بالراحة، كبير قوي، كل ده خرطوم كنت مخبيه فين كل ده؟ وكمان عايز ترش بيه مية؟ طيب بالراحة يا حبيبي يا قلبي، ده انا مرة غلبانة عمري ما شفت كده. لبست العباية السوداء بتاعتي والكلوت والبرفان، وكنت مستنية جارتي وابنها. انا مرة ملبن، البطيخة بتاعتي كبيرة قوي، والرمان مشدود، وبجد قشطة حسن مربى ملبن. انا حنينة قوي وبحب الحنية، وبدوب من كلمة رومانسية. كنت فاكراه صغير بس بصراحة يحير، أحجام كبيرة جدا. يا خرابي، معقولة في أحجام بالشكل ده؟ ما صدقتش عينيا لما شفت حاجة ولا في الخيال. أحجام كبيرة جدا، خرطوم نار ودمار بصراحة، حاجة عظمة. جارتي سابت لي ابنها في الشقة وهي سافرت، وحصل اللي عمري ما توقعته أبدا. ده طلع مشكلة ومصيبة كبيرة. بيحب البطيخ الكبير وعايز ياكل بطيخ. ابن جارتي قال لي أنا عايز أتجوز واحدة زيك. قلت له اشمعنى؟ قال لي تكون البطيخة كبيرة زيك بالظبط. قلت له هو أنا بطيختي كبيرة؟ يعني انا بطيختي كبيره يعني؟ قال لي اه. قلت له عجباك؟ قال لي قوي. قلت له طيب ما تاكلها. قال لي بتكلمي بجد؟ قلت له اه. طبعا الولد ده طلع مصيبه، مشكله بجد. قال لي ايه رايك تحت الدش بالصابونه؟ قلت له روعه. قال لي انت اروع. يا لهوي يا خرابي على اللي عمله ابن جارتي اللي عنده 18 سنه، بعد ما امه سابته عندي وسافرت. بصراحة ياما تحت الساهي دواعي اللي حصل. جارتي سابت ابنها عندي وسافرت، قالت لي معلش خلي ابني عندك لحد ما ارجع، مسافرة عند اهلي وهرجع، وابني يعني دماغه على قده. قلت لها ماشي حاضر يا حمدي. وطلع مشكلة مصيبة. دي قالت لما بقى انا غلطانة ان انا سمحت لنفسي واوافق على اني مامتك تخليك عندي هنا في الشقة. اهدى بقى، اهدى وقول هديت، وإلا بجد هزعلك وهزعل مامتك كمان، وعمري ما هخليك تجيبك مرة تانية هنا. قال لي اهدى ازاي يعني؟ مش فاهم. طبعا مامته قالت ان عقله كده مش طبيعي. انتوا فاهمين ان الناس البركة يعني. بس اللي انا شفت منه ده لا خالص، بجد مصيبة داهية، مشكلة كبيرة. المهم يا حبايب قلبي، كل شوية يقول لي البطيخة كبيرة. قلت له بعدين فيك ما تاكلها، مستني ايه؟ قال لي هاكلها حاضر، وهثبت لك ان انا فعلا بعرف اكل حلو قوي كمان. قلت له تمام، كلها وانا كمان عايزه اكل. قال لي عايزه تاكل ايه؟ قلت له انا بحب الموز. قال لي بتحب الموز؟ قلت له اه طبعا بعشق الموز، اكله الموز حلوه قوي. قلت له انت كل بطيخ وانا هاكل موز. قال لي تمام. وبصراحه يا جماعه حصلت حاجات كتير جدا قبل البدايه. قبل ما ابدا في احداث قصه معارضه، بتمنى تنزلوا حالا دلوقتي تعملوا اشتراك في قناة ملحمة الثقافة، ولايك للفيديو ده اللي انا قلت فيه القصة. وعايزة اقول لكم حاجة مهمة جدا، انا ما بشتغلش في اي قنوات غير في قناة واحدة بس حاليا، هي قناة ملحمة الثقافة. تمام يا جماعة؟ كل القصص اللي احنا بننزلها على القناة فهي قصص جديدة وفريدة من نوعها. انا اسمي هالة، عندي 45 سنة، مرة عسل قشطة سكر. اه انت اللي بتسمعني، علي النعمة، انت راجل عسل وراجل سكر وراجل صاحب مزاج، مزاجك عالي قوي وذوقك عالي كمان، عشان بتسمع قصص من قناة ملحمة الثقافة. بتمنى يا حبيب قلبي عشان خاطري قدرني عشان اقدرك. بتمنى ما تنساش تعمل اللايك الجميل بايدك الحلوة، تمام؟ واحلى بوسة مني ليك، احلى بوسة. ربنا يخليك ويحفظك ويسعدك. كل الناس اللي بيسمعوا قصصي ربنا يحفظهم ويبارك فيهم، وان شاء الله يحققوا كل احلامهم وامنياتهم. المهم زي ما قلت لكم انا اسمي هالة، 45 سنة، مطلقة وعايشة لوحدي. في عمارة كده عايشة فيها، وصادي جارتي اسمها حناء. حناء دي أرملة، جوزها توفى وعندها ولد اسمه يعني عمر. عمر ده يا جماعة يعني هي دايما كانت بتقول لي ان هو عقله على قده. طبعا انتوا فاهمين. المهم في يوم من الايام حصلت لها ظروف، اهلها تقريبا كلموها. هي من قرية ريفية وساكنة هنا عندنا يعني في بورسعيد.
فالمهم يا حبيب قلبي، طبعا أول ما حصلت لها ظروف عند أهلها رنوا عليها على أساس هي تخلو. كلمتني قالت لي والله يعني كلمتني في الفون لأن هي معاها رقم. قالت لي والله أنا عندي ظروف، الأمر 1 2 3 حصل وحصل، وأنا معلش عايزة أسيب ابني عندك، لربما ممكن يعني إيه الولد طايش ودماغه مش عليه، وممكن يتصرف أي تصرف مش يعني مش كويس. أنا مش عايزاه كمان يطلع الشارع. قلت له معني يا حبيبتي الجيران لبعضها، أنا تحت أمرك في أي حاجة، ده البيت ده بيتك قبل ما يكون بيتي. قالت لي ربنا يخليك وهو ده العشم. قلت لها تسلمي لي يا سكري قشطه انت. قلت لها المعروف ابدا ما يروح. والله العظيم يا جماعه صدقوا بالله قسما بالله زي ما بكلمكم، اجمل حاجه في الحياه وفي الدنيا ان الانسان يعمل خير. اللي بيعمل خير بلاقيه سواء في صحته، في رزقه، في عافيته، في اولاده، الخير بيرجع لك اضعاف اضعاف. فانا حبيت اعمل خير. المهم في اليوم اللي انا جارتي كانت جايه فيه قالت لي انا بكره ان شاء الله الصبح هجيلك عشان اسيب ابني عندي. قلت لها مفيش اي مشكله يا حبيبتي. كنت مجهزه نفسي على اساس ان انا بستقبل جارتي، وعلى فكره اي حد بيجيني زياره انا بحب اتشيك، البس العبايه السوداء بتاعتي، الكولوت، احط شويه برفان واظبط نفسي يعني لازم. المهم في اليوم ده جاتني، قلت لها اهلا وسهلا بيك نورتيني يا حبيبتي، هو ده ابنك؟ قالت لي ايوه هو ده عمر. قلت لها ربنا يخليهولك يا حبيبه قلبي، وان شاء الله تعيشي باذن الله تتجوزي تاني وربنا يكرمك وتخويه كمان. المهم قالت لي بصي امانه في رقبتك ابني. قلت لها من عيوني حاضر يا قلبي. قلت لها هتاخدي كام يوم؟ قالت لي بالكتير 3 ايام ورجع. قلت لها ماشي ربنا يعينك ويساعدك، عايزه فلوس محتاج اي حاجه؟ قالت لي ربنا يخليك، انا بس كل اللي محتاجاه انك انت تخلي بالك من ابني. قلت لها ماشي حاضر يا حبيبتي. مشيت. بعد ما مشيت حصل لعمري ما كنت اتوقعه ابدا. المهم قلت له بص في غرفه عندي، طبعا الشقه واسعه جدا فيها كذا غرفه، يعني غرف كتير، غير غرفه اوضه النوم يعني. فشفت له غرفه فقلت له اتفضل خليك اقعد هنا تمام، وبص قدامك تلفزيون شغال واسمع مسلسلات افلام كرتون اي حاجه، اي حاجه تعجبك شغلها. قلت له محتاج اي حاجه، هالتلاجة بره في الصاله، اي حاجه، عايز ميه، عايز اي حاجه اطلع وخدها على طول من التلاجة، مش لازم ترجع لي عشان انا بشتغل في بوتيك ملابس يعني. تمام يا حبيبي. قال لي ماشي حاضر. هو بيسمع الكلام طبعا. بعد كده عدى اليوم الاول عادي، اليوم التاني انا راجعه من شغلي لقيت الشقه مقلوبه عليها وطيها بجد. قلت له ايه الحكايه يا ابني ليه كده، ليه قربت لي الشقه؟ قال لي معلش يا طنط. قلت له طنط براح امك؟ قال لي ايوه يا طنط. قلت له على فكره كلمه طنط طالعه من بقك زي العسل يا سكر انت. قلت له ايه ده اكلت؟ قال لي ايوه اكلت. قلت له اطبص انا جبت لك معايا جبنه وحاجات حلوه شوكولاته وكده. قال لي ميرسي قوي. قلت له كمان تعرف ميرسي؟ قال لي ايوه طبعا. المهم بعد ما اتغديت قلت له تعالى كن معايا، اتغدينا مع بعض. بعد ما كنا فضل يبص في عيون. قلت له مالك كده عمال تبص فاهم؟ قال لي انت عينك حلوه قوي. قلت له تسلم تسلم يا عسل. بعد كده يا جماعه قال لي انت عارفه انا نفسي